السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبه لكم طريقة عمل الكيكة الجيلي بطريقة مختلفة من مطبخ أكلة حلوة. أول حاجة هنحضر طبق يكون ناشف وهنزل ب7 معالق من السكر. الكيكة دي يا جماعة مختلفة عن طريقة أي كيكة تانية، لأنها ب7 معالق من كل حاجة: 7 معالق زيت، 7 معالق سكر، 7 معالق دقيق. هتشوفوها هي بطريقة مختلفة. أول حاجة 7 معالق من السكر نزلت بيهم، وهنزل ببيضتين. والبيضتين طبعا طالما فيها بيض يبقى لازم هنزل بالفانيليا عشان زفارة البيض. وهبتدي اضربهم بالمضرب الكهربائي او المضرب اليدوي. لو ما عندكيش مضرب كهربائي اعملي بالمضرب اليدوي زي ما انت حابه. طبعا هبتدي ان انا اضربهم ضرب كويس لحد السكر بتاعنا ما يدوب. ولو حابه برضو تعمليها بسكر بودر مفيش مشكله، حابه تعمليها بسكر عادي مفيش مشكله برضو، زي ما تحبي. السكر اللي عندك هينفع في الكيكه دي. طبعا هبتدي ان انا اضرب بالمضرب بتاعي. ابتدى اهو لونها يبيض وابتدى لونها يفتح معايا. طبعا هبتدي ان انا انزل ب7 معالق من اللبن، 7 معالق كبار، و7 معالق من السكر كبار برضو. دي كيكة ال7 معالق، بس ايه بطريقة مختلفة عن الطرق الاعتيادية اللي احنا بنعملها. طبعا بنزل بيها كده واحدة واحدة. 7 معالق. بعد كده هنزل ب7 معالق من الزيت، ويا ريت يكون زيت ذرة عشان طبعا ايه ما يكونش ليه ريحة مش حلوة، ولا يخلي طعم الكيكة مش حلوة. هو زيت الذرة نضيف وهينفع ان احنا نستخدمه في الكيكات والحاجات إيه ممكن بيتعمل بيه الكيكة، الرز، الحاجات الحلوة دي. انما الزيت اللي هو زيت العباد ده ما بيبقاش حلو في الكيكات والحاجات دي. فطبعا هننزل ب7 معالق من الزيت، تقعدي تعدي كده 7 معالق. طبعا بعد كده هحط رشة من الملح، رشة يعني حاجة بسيطة جدا على طرف المعلقة. وابتدي ان انا اضرب المكونات دي كلها كويس جدا. طبعا انا عندي الدقيق بتاعي برضو انا كنت نخلاه وحطاه في طبق تاني، وهنخله تاني عشان يبتدي يديني ايه نفشة. هو انا مش محتاجة نفشة كبيرة، يعني نفشة كده بسيطة. هنزل ب7 معالق من الدقيق على الخليط اللي انا عملته وضربته بالمضرب. دول برضو 7 معالق كبار من الدقيق. بعد كده هنزل بمعلقة من البيكنج باودر، سواء حطيتيهم على الدقيق ماشي، حابة ان انت تحطيهم على فوق الدقيق بعد ما تنزلي بيه برضو زي ما تحبي. وابتدي بالمضرب اليدوي بتاعي ابتدي اخلط المكونات دي كلها كويس جدا لحد ما تندمج مع بعضها. بس المهم ان انا ايه اقلبها واخلي الدقيق يندمج مع المكونات كلها. طبعا تقليبة كده حلوة. الكيكة الجيلي النهاردة انت حسب الجيلي اللي عندك، ممكن بالمشمش، ممكن فراولة، ممكن مانجا، زي ما تحبي. المهم ان احنا هننزل بالخليط ده كله في صينية متوسطة، ما تكونش كبيرة او ما تكونش صغيرة قوي. وطبعا هي مش هتبقى كيكة عالية قوي لان في لسه طبقتين هنحطهم بعد ما ننزل بالكيكة بتاعتنا، الخليط بتاع الكيكة. فانا مش محتاجة ان هي تبقى ايه عالية قوي، لان لسه في طبقتين هنحطهم على الكيكة بتاعتنا. طبعا انا كنت دهنة الصينية سمنة وحط عليها دقيق مبدراها، وطبعا خلطتهم يعني بدرتها كده كويس، وبعدين نزلت بالكيكه بتاعتنا. طبعا الكيكه دي بعد ما استوت واختبرتها طبعا من جوه مستويه، هسيبها بقى تبرد، تبرد على مهلها. هكون انا بقى ببتدي احضر في خليط الكاستر. هحط 3 كوبايات لبن، المج العادي بتاع الشاي بتاعنا، 3 كوبايات من اللبن، وعليهم 4 معالق من السكر. دي التانية، التالتة، الرابعة. 4 معالق من السكر. وعندي كاستر، وعندي كاستر برضو، هبتدي ان انا انزل بيه 4 معالق من الكاستر. ادي اول معلقة، تاني معلقة، تالت معلقة، وادي المعلقة الاخيرة، المعلقة الرابعة. وابتدي ان انا اقلب فيهم كويس كده، هبتدي ان انا اقلب فيهم كويس جدا وايدي فيها على طول عشان ما تكلكعش، لان احنا عارفين ان الكاستر المفروض ان احنا ايدينا على طول تبقى فيه. ولو حابة بدل الكاستر تستبدليه وتحطي نشا برضه هينفع. وبعدين معلقة سمنة بلدي او زبدة صفرة، زي ما زي اللي موجودة عندك زي ما تحبي. طبعا هبتدي ان انا ايه اقلب. طبعا ابتدى ان هو ايه يتقل معايا.
الخليط ده كله هعمل بيه ايه؟ هبتدي ان انا انزل بيه على الكيكه بتاعتي بعد ما بردت، يعني بردتها خالص. هبتدي ان انا انزل بيه على الكيكه بتاعتي، وابتدي ان انا اوزعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في الجوانب في كل الفراغات اللي عندي. اديني وزعتها توزيع حلو. طبعا انا ده كله حطيتها في التلاجة عشان تبرد، يعني حطيتها في التلاجة عشان ايه؟ تجمد شوية الكاستر، يجمد شوية ايه في التلاجة. طبعا بعد ما برد حطيته شوية في التلاجة. دلوقتي انا بحضر الجيلي بتاعي. انا جايبة جيلي مشمش، جايبة كيس من جيلي المشمش. حطيت كوباية من المية وعليها باكو الجيلي المشمش او اي جيلي موجود عندك، وحطيت معلقة ونص من النشا. ليه النشا؟ عشان يربط لي الجيلي شوية. فابتديت ان انا اقلب فيه. الخطوه دي مهمه جدا، لازم ان انا احط معلقه ونص من الايه، من النشا. وطبعا انا خلصته، يعني انا سايباه دلوقتي يبرد شويه. وكان عندي موزتين قطعتهم شرايح رفيعه. هبتدي طبعا الكاستر انا طلعته من الكيكه اللي هي عليها الكاستر، كان في التلاجة شويه. طلعتها من التلاجة وابتديت ان انا احط عليها الموزتين اللي انا مقطعاهم. هبتدي ان انا اسويهم كده وايه، وارصصهم بالشكل اللي انتوا شايفينه، بالشكل اللي يعجبكم. انا طبعا بحطها كده جزء جزء، لحد طبعا ايه ما اخلص الموزتين اللي عندي. عندك موزتين، عندك 3، عايزه تزودي عايزه تنقصي في الموز شويه زي ما تحبي. انا يعني كان عندي موزتين وانا حبيت ان انا اعمل الموزتين دول بالطريقه دي. بعد كده انا طبعا عندي الجيلي بتاعي. طبعا انا مجهزاه كده. انا عماله في مرحله الموز برضو، ان انا عماله بحط قطع الموز. طبعا الجيلي بتاعي بقى هبتدي ان انا انزل بيه واحده واحده كده على الكيكه بتاعتي، وعلى الموز، وعلى الكاستر اللي انا حطاه. طبعا هي الكيكه دي تعتبر 3 طبقات: طبقه من الكيك، وطبقه من الكاستر، وطبقه من الجيلي، وطبقه من الموز. لا، 4 طبقات وطبقه من الموز. فطبعا انا جربتها كذا مره، جميله جدا وطعمها حلو قوي. وكان عندي اللي هو الشوكولاته الرش، اللي هي الالوان، سواء اللي هي الشوكولاته اللي هي الخام، اللي هي الشوكولاته الرش. فانا عندي شوكولاته اللي هي الرش، اللي هي العاديه الملونه. فانا ابتديت ان انا انزل بيها بالشكل ده. ولو مش حابه تحطي برضو زي ما انت حابه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك لقناتي، اخواتي وحبايبي اللي مشرفيني ومنوريني على قناة أكلة حلوة.